تقدري تعرفينا بنفسك؟ اكيد طبعا. انا سينيور سيلز في ابو زهره جروب، وحابه ان انا اتكلم مع حضرتك النهارده عن جاكراندا. طيب انا حابب ان احنا نقول للمشاهدين ليه جاكراندا. جاكراندا فكره جديده في اسكندريه، فكره بتجمع ما بين كذا فاكتور ما كانش بيتوفر قبل كده في الكومباوندز اللي موجوده في اسكندريه. فكره ان اللوكيشن، ان انت موجود في سموحه، منطقه راقيه جدا، معظم الناس دلوقتي في جذب كبير على منطقه سموحه، بس في نفس الوقت الناس دايما بيبقى تعليقها على المنطقه هي الزحمه. فانا موجوده في قلب سموحه بس في نفس الوقت بعيده عن الزحمه، على محور المحموديه مباشره، وده محور رئيسي، ده اسرع واحسن طريق معمول في اسكندريه في الوقت الحالي. غير كمان ان انا اديت لك مطل مفتوح، يعني انا عامله كومباوند بمطل 1200 متر على محور 1200 متر بالظبط. دي برضو حاجه ما كانتش متوفره في اي كومباوند. دايما الكومباوند اللوكيشن بتاعه بيكون حلو جدا، بس الواجهه بتاعته بتكون صغيره جدا على العمق الخاص بالكومباوند. انا في الكومباوند محققه معادله صعبه جدا، ان انا المشروع بتاعي 126 فدان، ميجا بروجكت، مش مجرد مجموعه من العمارات، لا بالعكس هو كومباوند متكامل. في نفس الوقت انا واجهتي على محور المحموديه اللي هي الطريق الرئيسي 1200 متر، والواجهه دي بتكون باطلاله مباشره بالكامل على حدائق انطونيادس. فاحنا جمعنا ما بين البرايم لوكيشن، جمعنا ما بين سهوله التنقل، جمعنا ما بين الفيو مفتوح، وكمان الفاسيلتيز اللي انا هبتدي اتكلم مع حضرتك فيها في كماله الفيديو. لو معايا عميل، العميل ده بيدور على سعر حلو وبيدور على خطه دفع حلوه، هيقدر جاكراندا يحقق له الاثنين دول؟ احنا في جاكراندا هنقدر نحقق للعميل حلم السكن، وحلم ان هو دايما بيكون بيدور في اسكندريه على خطط سداد مريحه. فانا وفرت للعميل اكتر من بيمنت بلان، وده دايما اللي انا بحرص عليه في ابو زهره جروب. انا في كل مشروعاتي في ابو زهره مش بفرض على العميل بيمنت بلان واحده، بالعكس انا بكون فليكسبل جدا مع عملائي. العميل اللي بيتناسب معايا خطه الدفع الطويله اوريدي بوفر له ده، بوفر له خطط دفع بتوصل لحد 6 سنين. العميل كمان اللي بيحب الخصومات على الكاش وبيحب يستثمر، اللي هو جاي من الباك جراوند ان انا بدل ما احط فلوسي في البنك ويكون الوديعه ليها ربحيه معينه، لا حضرتك ممكن تيجي تستثمرها معايا وبديك خصم على الكاش اعلى من فوائد الودائع في البنوك. تقدري تقولي لنا التشطيب، بالنسبه للتشطيب ان هو نص تشطيب مش تشطيب كامل، انا بالنسبه لي كعميل ليه هشتري حاجه نص تشطيب وما اشتريهاش تشطيب كامل؟ الحقيقه احنا كان لينا خبره في النقطه دي، هي دي اللي خلتنا لما طرحنا جاكراندا طرحناه نص تشطيب. ده احنا حبينا ان احنا نوفر، يعني حبينا ان احنا نخدم على اختلاف الاذواق للعملاء. احنا لينا تجربه مع الهيئه الهندسيه في صواري ومروج. طبعا حضرتك عارف ان صواري ومروج الاسعار دلوقتي وصلت فيهم مثلا ممكن اليونت توصل لحد 7 مليون 9 مليون. مظبوط. العميل بيحب ان هو يكون شاري يونت بالمبلغ ده، بيحب نوع معين من التشطيبات، يعني مش هيكون بالنسبه له التشطيبات الخاصه بالهيئه الهندسيه اعلى مستوى واعلى ذوق. احنا بنوفر في صواري ومروج اوبشنز في الاذواق، لكن هي في الاخر بتكون مود بورد. دايما اتواجهنا احنا دلوقتي في صواري وفي مروج بنشطب، فقابلنا العميل اللي بيجي يعمل مقايسه تشطيب، فاصبح ان احنا في صواري ومروج احنا بعنا مره سعر المتر بالتشطيب، ومره تانية العميل جه حب ان هو يعمل ابجريد للتشطيبات بتاعته فدخل في مقايسه تشطيب مره تانية. فاحنا حبينا في جاكراندا ان احنا نشطب الجزء اللي ملهوش اي علاقه بذوق العميل، وسيبنا له ال 40% الخاصين بالذوق والالوان، ده يختارها زي ما هو عايز، وساعتها هو اللي بيختار الاذواق وبيختار كمان تكلفه التشطيب ذات نفسه. يعني هيكون البودجت الخاصه بالتشطيب مفتوحه وراجعه للعميل. طيب انا كمستثمر مثلا عايش بره مصر، عايش في الخليج، ايه اللي هيخليني اشتري في مشروع زي جاكراندا؟ احنا اكيد طبعا بنستهدف المصريين والناس المغتربه برضك، اخواتنا اللي عايشين بره وشغالين بره، فاكيد في حاجه مميزه ليهم او حاجه احنا عاملينها في جاكراندا
تفيدهم او يقدروا يستفيدوا منها. ممكن تشرح لنا حاجه كده او تقول لنا مثلا ايه اللي مقدمينه في جاكراندا للناس اللي قاعده بره مصر؟ اكيد احنا في جاكراندا قدمنا موديل مختلف تماما عن المودلز اللي بيتقدم في كل الكومباوندز. يمكن ذكرت لعملائي ان كومباوند جاكراندا على مساحه 126 فدان. كومباوند جاكراندا هو عباره عن مرحلتين. المرحله الاولى واللي انا بنفذها دلوقتي هي مرحله خاصه بالعمارات. المرحله دي مساحتها 6 فدان بس من ال 126 فدان. ال6 فدان دول انا بنشئ عليهم دلوقتي 9 عمارات بنسبه انشاء 25%، ودي نسبه قليله جدا بالنسبه لل6 فدان. ولما هنسبها لل 126 قد تكون نسبه لا تذكر. فانا وفرت في جاكراندا سبيس، ووفرت كثافه سكانيه قليله جدا. ده في حد ذاته بيدي راحه وبراح كبير جدا في المشروع، مش متوفر في اي مشروع تاني في اسكندريه. ال9 عمارات دول انا دعمتهم بفاسيلتيز خاصين بس بالجزء الخاص بالعمارات. انا عندي في الجزء الخاص بالعمارات 2 جرين سباين المساحه بتاعته 16000 متر مربع، وده بيخلي المسافه ما بين الابراج وبعضها من 37 متر لحد 42 متر. المسافه دي عشان نقربها لكم ونكون متصورين هي قد ايه بالظبط او بتدينا سبيس قد ايه، من 37 متر ل 42 متر دي شارع ابو قير مره ونص. فدي مساحه لطيفه جدا ومش متاحه في كومباوندز كتير جدا في السوق السكندري. الجرين سبين ده عباره عن لاندسكيب من نباتات الجاكراندا. وبالمناسبه جاكراندا هي اسم شجره موجوده في ابها في السعوديه، هي الشجره الايكونيك لمدينه ابها. وجاكراندا هي الشجره اللي هتكون موجوده في اللاندسكيب اللي هيكون موجود في المشروع. حلو. اتكلمنا ان احنا المشروع فيه 2 جرين سباين، كل جرين سباين بيكون موجود فيه كلاب هاوس. يعني حضرتك كاونر عندك ضيف عايز تستقبله، مش حابب ان هو يكون متواجد في الشقه، او حضرتك الصبح حابب تاخد الكافي بتاعتك، حابب تقضي وقت لطيف جوه الكومباوند، اوريدي بتقدر انك تعمل ده. هل هيكون في ار دي جاردن؟ هيكون في موديل شبه الار دي جاردن. احنا عندنا العمارات عباره عن دور اندر جراوند وجراوند، ودول مخصصين للجراجات. وعندنا من الدور الاول لل11 دي ادوار سكنيه. في الدور الاول احنا عاملين الدور الاول بيكون ملحق بيه مساحه تيراس بتأدي نفس فكره الجاردن، بس هيكون كمان عندك ارضي بجاردن مرتفع بعيد عن الدوشه، وفي نفس الوقت البرايفسي بتاعته اعلى بكتير جدا من برايفسي الارضي بجاردن. دي فكره جديده. دي فكره جديده، يعني احنا بننفذها لاول مره في جاكراندا. طيب تقدري تقولي لنا ال6 فدان اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هم المرحله الاولى، ال120 بقى فدان الباقيين دول فيهم مدرسه شامبليون، فيهم ايه تاني؟ يعني ايه اللي موجود؟ هي دي بقى الفكره، ان انا ال120 فدان التانيين مش هيكون فيهم عمارات. ال120 فدان التانيين هيكونوا مخصصين للفيلات والفاميلي هاوس، وده اللي بيعلي من قيمه المشروع جدا، وبيعلي من الكوميونتي اللي هيكون متواجد جوه المشروع. مفيش بروجكت في اسكندريه كان عنده النسبه والتناسب ما بين العمارات والفيلات زي النسبه والتناسب اللي انا بقدمها في جاكراندا. انا مقلله قوي عدد العمارات، وحريصه ان يكون النسبه الاعلى في المشروع هي للفيلات وللفاميلي هاوس. وفي مفاجاه بخصوص البوينت دي، احنا ان شاء الله في خلال سنه هنكون طرحنا المرحله الثانيه، وكل العملاء اللي في اسكندريه اللي بيدوروا على برودكت فيلات وما كانوش لاقيينه خالص الفترات اللي فاتت، هم هيلاقوه عندنا في جاكراندا. هيلاقوا عندنا مساحات ما كانتش موجوده في السوق، هيلاقوا عندنا برايفسي للفيلات، لان احنا للاسف في اخر فتره كل الفيلات اللي موجوده في اسكندريه بتكون موجوده وسط تكدس وتجمع عمارات سواء في صواري او مروج. فاللي بيبقى شاري فيلا وصل ثمنها دلوقتي ل 40 مليون بيلاقي عمارات 13 دور بالكامل بص على الجارد بتاعته. احنا عندنا مش عاملين ده خالص، احنا عندنا فاصلين تماما العمارات ومش فاتحين واجهات على الفيلات عشان نخلي الفيلات محافظه على البرايفسي بتاعتها.
احنا متشكرين جدا استاذه خلود من المعلومات القيمه اللي احنا خدناها منك النهارده. انا بشكرك اكتر الحقيقه، وانا مبسوطه ان انتوا اديتونا فرصه ان احنا نتكلم عن المشروع، وان يبقى العميل عارف بالظبط هو ايه بروجكت جاكراندا اللي دلوقتي ابتدى ان هو يسمع عنه في الاعلانات، وابتدى كمان ان هو وهو على محور المحموديه يشوف الانشاءات اللي حاصله جوه. فاي حد كان عنده تساؤل اتمنى ان الفيديو ده يكون فاده وقدر ان هو يجمع من خلاله معلومات كبيره عن البروجكت. احنا كاونلاين هومز احنا مبسوطين جدا باللي احنا عملناه النهارده، وحاسس ان احنا باذن الله كل المشاهدين هيستفادوا جدا 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 من كل المعلومات اللي حضرتك قلتيها عن بروجكت جاكراندا. واحنا اكيد هنكون معاهم لو عندهم استفسارات تاني.